currently I'm studying الاوفيس، currently I'm studying الوورد والاكسل والباوربوينت. لو انت كتبت كده في السي في الراجل هيفهم ان انت انت لسه خريج بس انت شغال على حاجات، وده يفرق معاه جدا. انت كده اقنعته ان انت شخص يسهل ان يتعلم، شخص مش عايز يفضل في مكانه، شخص عايز يبقى بيتحرك خطوه واثنين وثلاثه واربعه وعشره لقدام. احنا عشان نوصل لان السي في بتاعنا يبقى قوي لازم نبقى فاهمين كلمه قوي وبيتقدم لمين. انا مبدئيا ما بشوفش ان السي في بالنسبه للناس اللي لسه متخرجين امبارح هو اي وسيله غير ان هو تعريف. لما يبقى الاتش ار اللي بيقعد معاك والله يقول لك اصل السي في بتاعك ضعيف جدا، قول له حضرتك انا لسه ما عملتش اي حاجه خالص، قول له حضرتك اكيد السي في بتاعك 10 اضعاف السي في بتاعي طالما انت قاعد على الكرسي ده. لكن انا واحد من الناس السي في بتاعي وانا لسه خريج امبارح طبيعي ان هو يبقى تعريف عن نفسي فقط لا غير، اللهم الا لو احنا بقى في شويه شباب بيشتغلوا في وقت الكليه بيحاولوا ان هم ياخدوا تريننجز في وقت الكليه، بياخدوا كورسات في وقت الكليه، دي حاجه كويسه بتثقل السي في. لكن في المطلق لا، السي في بتاعك وانت لسه متخرج ده مجرد ملف تعريفي زي البطاقه كده. لكن المهم ان احنا نبقى بنقنع نفسنا في السي في الكلمات اللي تخلي الشخص اللي يقرا السي في بتاعي فاهم ان انا عندي القدره على التعلم. يعني ما ينفعش ان انت تبقى بتحط لي في السي في ان انت خريج ثانويه ولا خريج كليه كذا ولا مش عارف ايه وخلاص. لازم توريني ما يفيد ان انت عندك القدره على التعلم. تقول له ان انا والله قادر على اني اعمل تحت ضغط، قادر ان انا اشتغل في وسط مجموعات، قادر ان انا بشوف حاجات معينه. قول ان انت مثلا بتحب القرايه فهو يبقى فاهم ان انت قادر على ان انت تعمل ريسيرش وقادر ان انت تدور. حط السكيلز مثلا لو انت عندك الكمبيوتر اللي انت بتستخدمه مش ان انت بتقعد تلعب فورتنايت، لا تقول له ان انا قادر على ان انا اعمل ريسيرش. البرامج اللي انت بتقدر ان انت تستخدمها اقدر ان انا استخدم على الوورد. انا حاليا بجهز ان انا اخد كورس مثلا في الاوفيس او ان انا اخد كورس في الباوربوينت عشان اقدر اعمل برزنتيشن. حط في السي في الحاجات اللي انت مجهز ليها في البايب لاين، الحاجات اللي انت عامل حسابك ان انت هتشتغلها الفتره اللي جايه. مش غلط ان انت تبقى بتشارك معاك الشركه اللي انت هتشتغل فيها الجزء بتاع التطور بتاعك. عرفوا ان انا الفتره اللي جايه دي على فكره انا باخد currently I'm studying الاوفيس، currently I'm studying الوورد والاكسل والباوربوينت. لو انت كتبت كده في السي في الراجل هيفهم ان انت انت لسه خريج بس انت شغال على حاجات. فهتلاقيه هيبدا يسالك في الانترفيو ايه ده، هو انت وصلت فين في الباوربوينت؟ تقول له والله انا عديت المرحله الاولى او انا في المرحله الثانيه او انا دلوقتي بعرف اعمل برزنتيشن او انا مش عارف ايه. هو الراجل هيفهم ان انت بتتعلم، ان انت بتزود، وده يفرق معاه جدا. انت كده اقنعته ان انت شخص يسهل ان يتعلم، شخص مش عايز يفضل في مكانه، شخص عايز يبقى بيتحرك خطوه واثنين وثلاثه واربعه وعشره لقدام. لما تيجي تقول له انا اشتغلت في مكان فلان، لما تيجي تشتغل في مكان حط له سابقه العمل، حط له الريفرنس بتاع المديرين بتوعك اللي كانوا موجودين في هناك، علشان خاطر هو يبقى مقتنع ان انت مش حاطط انا اشتغلت في شركه كذا وخلاص، لا، وجنبها الريفرنس بتاعي مدير الاستاذ فلان الفلاني ورقم تليفونه يبقى موجود هنا. حتى لو هو ما اتصلش بيه عشان يسال عنك ولا يتاكد منك، هو بالنسبه له ده مصدر ثقه ان انت حطيت له اسم الناس اللي انت اشتغلت تحتهم في الشركه اللي فاتت. واكيد طالما انت حاطط اسمهم وحاطط بياناتهم يبقى انت عارف او بتوصل له رساله ان انت لو كلمتهم هيطمنوه مش هيقلقوه. الاقناع في السي في يا جماعه لازم تبقى انت فاهم الهدف منه، ان الورقه دي هي اللي بتمثلك. فحاول تبقى بتحط فيها صورتك الحقيقيه الحاليه وصورتك اللي انت بتشتغل عليها الفتره اللي جايه. لو انت قدرت تحط الصورتين، صورتك المستقبليه هتبقى معاهم في المكتب ان شاء الله.